السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن في مدينة تلبيسي. طبعا الحصار مستمر والجوع مستمر والمعاناة مستمرة، برد شديد، يعني كافة مقومات الحياة معدومة. أبسط مقومات الحياة هي مادة الخبز معدومة. أطفال ما عم تلاقي شيء تدفع عليه، ما عم تلاقي شيء تاكله. خبز كل 3 أيام خبزة. أكثر من 60,000 نسمة، أكثر من 60,000 نسمة بمدينة تلبيسي وريفة عم تعيش كل 3 أيام خبزة. الخبز بكفي يوم واحد. نتمنى من كل إنسان عنده ضمير حي إنه يساهم ويساعدنا بتخفيف المعاناة عن هالأطفال وبتخفيف المعاناة عن الأهالي في هالمدينة المحاصرة والمنكوبة. جزاكم الله عنا كل خير. نحن عايشين معيشة سيئة وغلاء، جوع وفقر وشيء اسمه ما في أكل، وتحت الضرب وتحت القصف، وهون نحن قاعدين على خط جبهة وما في 3 أيام 4 أيام لناكل. خبز ما عم نلاقي ومصاري ما في، والعالم مقطوعين من الخبز كل 3 أيام 4 أيام ليجينا خبز، وما عم نلاقي غير الله وأهل الخير اللي هن اللي عم يساعدونا يجيبوا لنا هالخبز. فبنشكر كل إنسان بيساهم معنا ويساعد هالفقراء ويساعدنا نحن. تعال شوف شو تعال يرحم عيون ابوك عليك. صلي والله ليكن اتوت حطبات، اتوت اشايات، والله عجبني اللي اجيب اتوت حطب. انت ساكنه لحالك هون؟ لحالي هيك وضربني على بيتك ما نحكي ما بنعرف شو بنامون. تعال هيا. منين عم تاكلي؟ منين عم تشربي؟ والله من باب الله، ما حدا بيعطي حدا ابدا. لا والله حرام. سرقوا لي 4 حرامات واغراضي كلها راحت والله. هات انا هجار. الله يعطيك العافيه، لك الله يقويكم، لك الله يحميكم، لك الله يرضى عليكم ويخليكم اهاليكم، وحنوا علينا بلقمه خبزه.